هي صورة لسيلفي صنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هو عمي الحسين عامل نظافة ببلدية دال إبراهيم في العاصمة. شهرته فاقت حدود الجزائر بفضل صورته مع ابنته، عبرت من خلالها عن فخرها بأبيها وبمهنته الشريفة. قناة البلاد زارت بيت عمي الحسين ووقفت على وضعيته المزرية التي يعيشها هو وعائلته. اتصال من نائب المجلس الشعبي الوطني النائب بهاء الدين طليبة بتسوية وضعيته الاجتماعية أعادت له الأمل. قال لي روح لي المكتب، قلت له أنا ما نقدرش ندخل لك، هاني نستووك حنا ندوك، انتم صرتكم تاع البرنامج قال لي روح ونوضعوا الوضعية تاعك ونشوفوا. قال لك نخدمك ولا؟ قال لي نخدمك في البرنامج. عمي الحسين المعروف والمحبوب من طرف الجميع عبر عن امتنانه وفخره بابنته التي هي نتاج تربيته ونضاله في مهنته الشريفة. لو كنت الإنسان تحشم المهنة هذه، تحشم بابها، تحشم من دارها. يسمى مادام بنتي أنا تعبت عليها وجبتها وكبرتها وقريتها ولحقتها لليوم، تحشم المهنة تاعي. شكون كبرها؟ باش كبرتها بالمهنة هذه، كبرتها بالخدمة اللي يخدم بها. وكي كبرتها أنا كي انتيا أو طفل أو طفلة كي تكبري أنا رجع لي تعب. ذوك هي حبت بالمصدور باش رب العالمين يرضى عليها بالخير. تطلب حاجة ربي يعطيها لها، تنجح في الامتحان في كلش، وين تمشي بيبان مفتوحين الخير تاعها، يعطيها زوج حلال، يعطيها ناس ملاح، بس ما حشمتش من بابها. مادام ما حشمتش من راني الخدمه هذه، المهنه هذه راني نخدم بها وما حجبتش بنتي، ربي يعطيها ما يتمنى ويعطيها زوج حلال، والله يعطيها ان شاء الله وليد فاميلي يخدمها في السماء كاع، وراني داعي لها الدنيا واخره، وربي يحفظها من العين ويحفظها من كل شيء بلاوات. والد الحسين طالبوا السلطات بمساعدة ابنهم وتحقيق الوعود التي قدموها له. طلبوا ان شاء الله يوفقهم ربي ويعاونهم ربي ويعطوا له حقه وما ياكلولوش حقه وما ياكلولوش عرقه. وهذا راه خدم بالقلب الصافي وخدم البلاد ودار يعني ربي في كتافه، واليوم الحمد لله. هي قصة حب وافتخار ابنة بوالدها الذي يشتغل كعامل للنظافة، وبكل اعتزاز قامت بوضع الصورة على موقع التواصل الاجتماعي. هي خطوة قد لا يجرؤ عليها الكثيرون بدافع نظرة المجتمع لهذه الفئة من العمال. ما تحشمش به، يخدم عليهم ويجيب لهم في القوت ويجيب لهم في الكسوة فلا تحشم به، تفرح به، لا تحشم به. وبلاده هذا ما عرفش منه وين الخارج ولا قال في الخارج، بلاده خدم بلاده ووطنه وسيدي، كيفاش تحشم به؟ تحشمش به، هذه مرة ونص جاته قدام، مش كذا ما كان تتمنى لحوج اخرين قاعد تفاخر بباباها. الحمد لله عليك يا رب العالمين.